السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم الايس كريم. خلينا نتفق مع بعض ان الايس كريم ليه كذا طريقة وليه كذا فكرة. النهاردة هنعمله احنا بالطريقة البلدي، طريقة سهلة وبسيطة من غير مكنة ايس كريم ومن غير كريمة لباني ولا حليب مكثف. وهقول لك كمان على سر المطة بتاعة الايس كريم، وهقول لك ازاي تتجنبي التجريشه بتاعه التلج من الايس كريم، بجد تحفه. وهقول لك على صوص الكراميل القمر، وكمان السوداني ان انا عاملاه كده اهوت يا جماعه، وحاطه فيه كده. انا اللي عاملاه السوداني ده بصوص كراميل يا جماعه، كده بجد فظيع جدا. هقولك على كل حاجه داخل الفيديو، بس اسمعي الفيديو بتاعي للاخر. في شويه معلومات وشويه اسرار بسيطه كده بس هتفيدك في الايس كريم، بجد يا جماعه تحفه. يا ريت احنا بنتفرج على الفيديو لو عجبنا نعمل لايك. دلوقتي نخش على الوصف. معانا كيلو من اللبن الكامل الدسم، يعني لو عندنا لبن جهينة اي حاجة شغال. المهم هنحط بقى ايه معلقتين كبار من ايه اللبن البودرة في حدود 50 جرام. كوباية سكر كده برضو من الكوباية اللي هوريها لكم ديت في حدود ربع كيلو من السكر. معلقتين كبار من الزبدة برضو في حدود 50 جرام. وهنحط برضو يا جماعة معلقتين كبار من اللبن البودرة في حدود 50 جرام. وهنحط 3 معالق صغيرين من النشا في حدود 10 جرام. وهنحط 100 جرام من كريم شانتيه البودرة من غير سكر، برضو كوباية من الكريم شانتيه ده يا جماعة. تمام. وهنحط برضو معلقتين كبار من العسل الكلوكوز. بقولك من الجيركن ده، انا بجيب الجيركن ده بستخدمه عندي في الحلويات. طب ايه العسل الكلوكوز؟ السر برضو المطاطية في العسل الكلوكوز ضروري جدا، هو اللي بيفرق في طعم الايس كريم وفي المطة بتاعته وفي قوامه. وهنحط بقولك برطمان فانيليا، برضو لو عندك كيسين فانيليا شغال حطيهم. تمام. دلوقتي يا جماعة انا بقلب الخليط ده كله كده على البارد كده، بقلبه حلو عشان ما يخرصش معايا قبل ما احطه على النار. بعد ما اقلبه حلو ودب، هبتدي احطه كده على النار الهادية بتاعتي لغاية ما ايه الزبدة عندي تسيح. واول ما يبتدي يغلي معايا كده زي ما انتوا شايفينه كده هوت، هبتدي بقى ايه انزله من على النار. وبعد ما انزله من على النار هسيبه على الرخامة في حدود الساعة يبرد معايا. وبعد كده هدخله عندي في الفريزر وانا مغطية عليه. انا هسيبه 8 ساعات، في ناس بيسيبوه يوم، حسب برضو قوة الفريزر عندك. تمام. بعد كده حطيته بقى في الفريزر. بعد كده قلت هعمل معاكم ايه حمام ايه اللي هو الشوكولاتة السايحة للبنات اللي لسه مبتدئة. رحت جايبة ربع كيلو من الشوكولاتة شوكولاتة دارك، وحطيت عليهم ربع كوباية من الزيت، وحطيتهم في حمام مية. مليت الحلة نصها كده مية وحطيتهم سبتهم على نار هادية يسيحوا مع بعض. في الوقت ده طلعت الايس كريم بتاعي من الفريزر بعد ال8 ساعات. وانا عايزه القوام من التجريشه اللي انت شايفاها دي. لو انت عندك القوام بتاعك طلع بتلج عن ده، بتسيبيه 5 دقايق يفك. وبعد كده تبتدي تضربيه عشان المضرب بتاعك بتاع مضرب البيض، لو انت عندك مضرب بيض وتضربيه بيه ما يبص لا قدر الله ولا اي حاجه. انا ابتديت دلوقتي في القوام دوت، ابتديت بقى ايه نزلته بقى ايه في العجانه عندي، وابتديت اضربه بقى يا جماعه كده في حدود ال10 دقايق لغايه ما تضاعف القوام بتاعه. الحجم بتاعه زاد واداني الفوليوم اللي انا عايزاه واداني المطه. طب ايه سر المطه؟ العسل الجلوكوز، حط تحتها 10 خطوط. شايفه المطه بتاعتي اهي، دي بقى المطه بقى اللي احنا بنشوفها كده في المحلات. ولما الراجل بيجي ينزل لنا كده الايس كريم ونشوف المطه المنقار دي، هي بقى دي المطه بتاعتنا. كل ده جاي منين؟ من العسل الجلوكوز. وخلي بالك العسل الجلوكوز برضو بيمنع معانا تجريشه التلج. تمام. طيب دلوقتي جبنا بقى ايه نص كيلو من الاساس اللي هو ايس كريم اللي احنا ضربناه دوت عشان نديله بقى نطعمه، مش نطعمه التطعيم بتاع الصحه، لا التطعيم بتاعنا احنا. هنحط له بقى ايه في حدود كده هوت. المفروض احط له انا 100 جرام شوكولاته سايحه، انا ما كانش مكفيه، حطيت 50 جرام شوكولاته سايحه من انا سيحتها معاكم. وحطيت عليهم برضو 50 جرام من الكاكاو اللي هو الاسباني من غير سكر. وبعد كده ابتديت بقى ايه احطهم في اكياس عندي، اكياس الحلواني، الكيس اللي هو ده بجنيه. وابتديت اعبيهم دلوقتي في الشوكولاته بتاعتي، طفتها اللي كانت بتساح في حمام ميه على نار هاديه، ساحت وطفتها وطلعتها. ابتديت اعبي بقى الكياس بتاعتي بقى كده، اكياس اللي هي بقى اللي الكياس اللي هي بتاعت الكريمه، ابتديت اعبيها كده ايس كريم وركنته. وبعد كده جبت الشوكولاته بتاعتي بقى السايحه، بقى كانت ايه بردت حاجه بسيطه خالص يعني، يعني سايحه بس بردت حاجه بسيطه. ابتديت ايه اجيب البسكوته بتاعتي، وابتديت ايه احط بقى ايه اعبي في كل بسكوته 3 معالق كده من الشوكولاته او 4 معالق من الشوكولاته، وانزل لو في حاجه زياده كده. وابتديت اغطس برضو الحروف بتاعتي كده، املى الحروف بتاعتي كده شوكولاته كده زي ما حضرتك شايفه كده. بعد كده بعد ما غطستهم بالشوكولاته بحطهم في الكوبايات واسيبهم ينشفوا شويه. شايفه؟ عايزه اقول لك البسكوته دي جميله جدا والله العظيم. كورنيه، عايزه اقول لك الكورنيه ده عامل 12 جنيه و13 جنيه، واحنا عاملين ما شاء الله من لتر حليب عاملين 4 كيلو ايس كريم، يعني كفوا ما شاء الله.
دلوقتي بقى تعالى نعمل الشكل الهندسي اللي انت شايفاه حضرتك انا بعمله ده. جبت ورقه من هو الورق البطايق بتاع التصوير، كلكم عارفينه طبعا. ده بالنسبه لي ده تحفه، احسن من الورق الدوسيه اللي هوريه لكم ده. فرحت جايبه بقى كده قصه كده، واللي انا قصيتها الشريط اللي انا قصيتها قست عليها الورق كله. وابتديت برضه اقيس عليها برضه ايه الشريط اللي هو الفيكوم دوت، اللي هو البلاستيك انت شايفينه بتاع الطرد ده. كان عندي انا ما اشتريتش، كان عندي بستخدمه في الطرد، بس قلت اجرب تجربه. ابتديت كده اجيب الشريط بعد ما قصيته كده، وابتديت الف لفتين كده. خلي بالك كده ايه الارتفاع بين البسكوته والشريط البلاستيك دوت 7 ايه سنتي. تمام، من البسكوته والشريط 7 سنتي. ابتديت الف ايه اللي هو اللزق بتاع الفلوس حوالين ايه البسكوته الايس كريم. خلي بالك اللزقه دي فكت على طول من ايه من الورق دوت. يعني عايزه اقول لك الورق ده متعب ومش حلو. طب ايه انت ارتحت في ايه؟ ان ارتحت في ورق التصوير بتاع البطايق، اللي هو الورق اللي هو زي شبه ورق الكراسات بتاعه الرسم بتاعه الاولاد. عايزه اقول لك لو عندك كراسه رسم بتاعه ابنك وركنها ومش كاتب عليها اي حاجه بيضه كده، ابتدي اعمليها كده جميله جدا جدا. لكن ده منظر اهو، شايفه انا عماله اقول لك اهوت والله العظيم، وهو في الاخر هلزقه باللزقه بتاعه الفلوس ديت، فكت معايا كذا مره. طب انا مش معايا بقى لزق، هعمل ايه؟ هو احلى حاجه الورق اللي انا اقول لك عليه ده، جميل جدا. شايفه الورق؟ وعارفه بتلزقيه بايه؟ بتلزقيه بحته شوكولاته، تلزقيه كده بالخليط من الايس كريم اللي انت عاملاه، او كريم شانتيه، اي حاجه من اللي انت عاملاه بيتلزق على طول من غير لزق ومن غير اي حاجه، حتى في فكه سهل. شايفه؟ وهيديك وخلي بالك الارتفاع بين البسكوته والورقه 7 سنتي. انا مقطعاه شرايح، شايفه؟ في الوقت ده بقى جبت بقى الاكياس بقى اللي هي بتاعه الايس كريم اللي هي ديت، وقصيتهم كده من الحروف بتاعتهم. ابتديت احطهم كده في كيس بقى كبير كده واسع، او ينفع كيس تلاجة برضو، خلي بالك. وبعد كده ركنتهم. بعد كده جبت بقى ايه الفاكهه بتاعتي، كانت مانجا عندي كده مقطعاها في الفريزر، ربع كيلو من مانجا متقطعه، حطيتها مع معلقتين سكر بودره، وابتديت اضربهم في محضره الطعام. انا ما حطيتش ميه يا جماعه، مش بحط ميه، لا. كده بضربهم كده عشان عايزه احس بطعم الايس كريم، الطعم الطبيعي بتاع الايس كريم. ضربتهم في محضره الطعام معلقتين سكر بودره. بقول لك لو عايزه تاكليها في الوقت ده عادي ممكن تاكليها. جبت بقى ايه من اساس الايس كريم، جبت نص كيلو من اساس الايس كريم اللي هو الفانيليا دوت، احط عليه ربع كيلو من المانجا. لازم يكون في نسبه وتناسب يا جماعه، عشان ما يكونش معاك التلج اللي انتوا بتقولوا عليه. وكمان السر في اللي هي العسل الجلوكوز. يبقى انا حطيت ربع كيلو من الايه المانجا بتاعت القطع اللي انا ضربتها، ما ضربتهاش، ما حطيتش فيها ميه ولا اي حاجه. وحطيت عليها معلقتين من السكر، وحطيت عليها ايه 500 جرام من الاساس الايه الايس كريم. نفس القصه للفراوله برضو، حطيتها ضربتها ربع كيلو من الفراوله، ما فيش ميه ولا اي حاجه، حطيت لها معلقتين كبار من السكر البودره، وضربتهم ونعمتهم. وابتديت ايه انزل عليهم برضو 500 جرام من اساس الايس كريم. حطيت عليهم بقى ايه الفراوله. خلي بالك ادتني اللون الطبيعي من غير الوان صناعيه ولا الوان جيلي. الحاجات دي انا ما بحبش احطها كده، بحس انها ريحه دوا كده، ما بفضلهاش. ده لون طبيعي وبحس بطعم الايس كريم. عايزه اقول لك الولاد انهبلوا عليه والله من طعم الايس كريم المانجا او الفراوله. في الوقت ده جبت الكورنيه بتاعي بقى، وابتديت ايه انزل بقى الخليط الكريمه بتاعتي، الميكس بين الايس كريم الشوكولاته والفانيليا. في الوقت ده بقى مش هخبى عليكم، كان الخليط بتاعي كان سايح، دخلته الفريزر، غطيته اهم حاجه عشان ايه التلج، وغطيته في حدود ساعتين، وطلعته من الفريزر. اول ما طلعته من الفريزر حطيت له الشوكولاته السايحه على طول، شمعت مسكت فيه. وبدأت اتذوقه بصوص الكراميل، وانا عامله صوص الكراميل والسوداني ده. وصوص الكراميل اللي عملتيه ازاي؟ نص كوبايه من السكر يا جماعه، حطيت على نار هاديه، ابتديت خدت اللون، حطيت لها ايه كوبايه من الميه السخنه اللي هي الدافيه، وابتديت قلبتها تقلبتين ونزلتها. دي صوص الكراميل. طب السوداني دوت عملتيه ازاي بالكراميل؟ السوداني انا عاملاه بالكراميل ازاي؟ زي حلاوه العلف بتاعت مولد النبي. جبت برضو كده معلقتين سكر، سيحتهم على النار، خدوا اللون، نزلت عليهم بالسوداني، قلبتهم تقليبه وسبتهم يبردوا، وبعد كده جرشتهم باي حاجه كسرتهم يعني. وشايفه ده اللي انت بتجيبيه من بره ولا لا؟ بالذمه شايفه؟ شايفه كده بقى ايه التوفي الشوكولاته وصوص الكراميل، وكمان ايه السوداني بتاعي اللي هو ايه محطوط عليه الكراميل. بجد جميل جدا. شايفه؟ عايزه اقول لك الولاد والله العظيم قالوا يا ماما في منتهى الجمال، يعني قالوا لي زي بتاع بره بالظبط واحلى، جميل جدا. اهم حاجه يا جماعه طريقه عمايل الايس كريم، هي بتعمل لك كذا نوع وكذا طعم. دلوقتي جبنا بقى الفراوله، وطلعنا الفراوله والمانجا والفانيليا والشوكولاته. شايفه مفيش تجريش التلج، مفيش اي حاجه. شايفه القوام مطاط وجميل ازاي؟ شايفه بمعلقه الايس كريم عماله اغرف ازاي واحط. شايفه القوام؟ بصي تاكدي طعم جميل جدا. خلي بالك المقادير بتاعتي دي بقى لها 20 سنه، انا والله لما رضيت ابخل عليكم بيها اديتها لكم.
كل كان يحلف لي بالايس كريم بتاعي. شايفه دي مقادير محلات، خلي بالك. تمام. شايفه القوام، مفيش تجريش التلج، مفيش اي حاجه، بجد هتعملي احلى ايس كريم وهتدعي لي عليه. يا ريت لو وصل لغايه دلوقتي تعملي لي لايك عشان يرفع معايا الفيديو، بالله عليكي. تمام. دلوقتي طلعت بقى الكورني بتاعي من الايه، من الحاجات ديت، من الفريزر. كورني الايس كريم طلعته من الفريزر، كان الولاد يجوا بقى وابتديت اطلعه عادي. يعني الولاد لو عندك ما جوش حطي في الفريزر برضو، بتشمعيه بكيس، ما ينفعش لازم تغطيه بكيس. وبعد كده بقول لك شايفه شكله، طلعته بقى من الفريزر وابتديت بقى ايه، قلت اصوره معاكم. شلت الكيس بقى وشلت بقى كل حاجه، شايفه شكله. والورق بتاعي سهل، عارفه التانية قصتها بالمقص، شايفه الورق بقى نفس النتيجه ونفس كل حاجه. اهو دي الورقه اهو، بطريقه سهله وبسيطه. كل حاجه احنا نبتدي نعملها، احنا ما ندورش على الصعب يا جماعه، ونعمل اي حاجه سهله نعملها معانا. شايفه الكورنيه بيتكلم عن نفسه، بالله احسن من بتاع بره. شايفه صوص الكراميل، يا لو ما شاء الله والله العظيم طعمه خطير وانت جاي تاكليه، احلى من بتاع بره. على بتاع بره بيبقى ساح، بتجيبي شايفه البندق بقى حواليه والمكسر. شايفه بقى لما قطمت، شوفي القطمه، وشوفي بقى صوص الكراميل اللي كده مع الشوكولاته، مع حته ايه السودانيه اللي عليها الكراميل. وشوفي كمان البسكوته بالشوكولاته لما اتكسرت، هي دي الحته اللي احنا بنحب ناكلها، بسكوته بالشوكولاته. شايفه شكلها بصراحه وهم جميل جدا، الولاد والله شكروا فيه. دلوقتي جبت العلب بتاعتي بتاعت الايس كريم. العلب دي مش عارفه كنت جايبه 100 علبه بكام، كنت جايبهم من زمان مش عارفه ب50 جنيه ولا بكام. جبتهم بقى وابتديت كده، شايفه مفيش تجريشه مفيش اي حاجه، ابتديت اغرف الفراوله. شايفه المقادير بتاعتي، الفاكهه بتاعتي طبيعيه، لونها طبيعي ازاي، المانجا طبيعيه والفراوله طبيعيه. خدت بالك والله ما حطيت اطعمه ولا حطيت اي حاجه، الحاجات دي بحس انها ريحتها كده دواء يا جماعه. لو كلامي صح اكتبوا لي في التعليقات. شايفه كان بقى اللي خلي بالك الايس كريم كان الشوكولاته كان ابتدى يسيح عندي. شايفه بقى الفانيليا، الايس كريم على فكره بيسيح على طول. شايفه كده مفيش تجريشه، شايفه القوام بجد تحفه. شايفه بقى شويه حركات كده، حطيت كورنيش صغير كده، شويه حركات لزوم الحركات يعني. بجد يا جماعة جميل جدا والله، الولاد شكروا لي على فيه بالذات، كمان المانجا والفانيليا بجد تحفة. كلهم يعني خطيرة، حاجة خطيرة. والكورنيه اليوم جميل جدا جدا. أنا عايزة اقول لك والله يعني خلال يومين التاكل ده كله. قلت مش هحرمك من حاجة، عملت لهم بقى جيلاتي. ايه رأيك بقى في الايس كريم بقى اللي هو بالمانجا؟ شايفة الشكل بقى النهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.